مفيش زي شباب بلدنا بيبدأوا من الصفر وبيحولوا المستحيل لحقيقة، زي محمد وإبراهيم وخالد اللي بدأوا بفكرة بسيطة، فكرة عربية بليلة متنقلة. بس مش أي بليلة، دي بالمكسرات والشوكولاتة والكراميل، وكل ده بأسعار على قد الإيد، شغف وحب وتعب، وده سر حكايتهم. عايزين تعرفوا إزاي عملوا كده؟ كملوا الفيديو للنهاية. الحياة كفاح شعار مش مجرد كلام، ده أسلوب حياة بين شباب كتير مننا بيحاولوا يبنوا مستقبلهم بإيديهم، مش بيستنوا الفرصة تجيلهم، لأ هم اللي بيخلقوها. مهما كانت الظروف صعبة، الشباب دول ما بيهتموش بضياع الفرص، كل همهم هو النجاح وتحقيق الذات. الفترة الأخيرة شفنا كتير من الشباب اللي بيحاولوا علشان يوصلوا. عندكم مثلا محمد وإبراهيم وخالد، شباب في عز شبابهم قرروا يبدأوا مشروعهم الخاص بعربية بتبيع حمص الشام والبليلة بالمكسرات. محمد رمضان اللي عنده 33 سنة بيحكي انه اتشجع للمشروع ده لما شاف اخوه الكبير ناجح في نفس المجال. اشتغل معاه فترة اتعلم فيها كل حاجة عن البليلة بالمكسرات والشوكولاتة، وبعدها قرر يفتح مشروعه مع اخوه الصغير وصاحبه. محمد بيأكد انه قبل ما يدخل المجال ده اشتغل نجار لفترة طويلة، وده اللي ساعده يجمع رأس مال بسيط يجهز بيه عربيته. بدأ يطبخ البليلة بالمكسرات والعسل وصوص الكراميل والشوكولاتة، وابتكر طرق جديدة تخلي البليلة شكلها يفتح النفس وطعمها أحسن من أي حد تاني. مهتمش بس بالطعم، لا كمان اهتم بشكل العربية، اختار إضاءة حمراء وديكورات تراثية عشان الزبون يحس إن اللي بياكله ده ليه أصل وتاريخ. وحسب اليوم السابع، إبراهيم رمضان أخوه الصغير اللي عنده 24 سنة بيقول إنه بدأ من الصفر وتعلم كل حاجة من أخوه الكبير. بعد كده قرر يشتغل لوحده ويطور من نفسه، وبيؤكد ان الإدارة هي اللي بتخلي أي حد يحقق أحلامه مهما كانت الصعوبات. أما خالد محمود اللي عنده 24 سنة وخريج كلية التجارة، فكان بيشتغل نجار هو كمان قبل ما يدخل في مشروع العربيات المتنقلة. النجاح اللي حققوه هم الثلاثة خلاهم يثبتوا نفسهم ويحققوا أحلامهم. في قصة تانية لعمر عثمان، 24 سنة، خريج هندسة، واللي عمر بدأ مشروعه بمطعم متنقل لبيع الوجبات السريعة وهو لسه بيدرس في الكلية. كان المشروع مع أصحابه وكانوا بيساندوا بعض، وبعد كام شهر بس بقى مطعمهم ليه اسم معروف في المنصورة. عمر فتح 3 فروع، وبعدها طور المشروع بتاعه لعجلة متنقلة واللي كانت متجهزة بأحدث المعدات للطبخ. عمر ركز على النظافة والجودة وخلى الأسعار في متناول إيد أي حد عشان أي شاب يقدر ياكل أكل طازة ونضيف وهو ماشي في الشارع. أحمد جمعة، شاب تاني عنده 30 سنة، بدأ حياته وهو صغير وهو بيتعلم من أبوه صناعة الجبس. بعد سنين قرر يعمل حاجة لنفسه ففتح عربية متنقلة بتبيع بطاطا بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة. أحمد ابتكر طرق جديدة لطبخ البطاطا، بقى بيضيف عليها فراولة وموز وصوص الشوكولاتة والكراميل والمكسرات كمان، وده خلى البطاطا اللي بيبيعها تبقى أكلة محبوبة من كل الناس. هو كمان اهتم بالنظافة وطريقة التقديم وخلى أسعاره مناسبة للجميع، وده ساعده إنه يعمل لنفسه اسم ويكسب رزق حلال يضمن له ليه ولأسرته حياة كريمة. الشباب دول كلهم عندهم حاجة واحدة مشتركة، الكفاح والاجتهاد من الصفر والتعلم من أي تجربة ومحاولة تطوير الذات ومساندة بعضهم للبعض. بيثبتوا إن حتى لو الموارد محدودة والظروف صعبة، الإرادة القوية والعمل الجاد هم مفتاح أي نجاح. قصصهم بتأكد إن أي شاب ممكن يحقق حلمه لو عرف إمكانياته وحدد هدفه واشتغل عليه بإصرار. المشاريع الصغيرة مش مجرد لقمة عيش، دي نقطة انطلاق لمستقبل أكبر وأحسن، وتجربة بتثبت إن الشاب المصري قادر يواجه الحياة ويحقق أحلامه بعزيمته ومهاراته.